بسم الله الرحمن الرحيم. تفاجأت اليوم بأخبار صادمة حول موضوع مشاركة دولة الكويت في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 المقام حاليا في دولة قطر الشقيقة. وتم افتتاح هذا المعرض في يوم 2 أكتوبر. دولة الكويت تشارك من بين 80 دولة في العالم. الميزانية المخصصة لإقامة الجناح الكويتي حسب المعلومات التي وردتني تتراوح بين 3 إلى 4 مليون دينار، وقد يجعل هذا الرقم هي الأكثر كلفة من بين 80 دولة مشاركة. عامل المفاجأة الصاعقة بأن الجناح الوحيد من بين 80 دولة اللي ما اكتمل لحد الآن رغم مرور أكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض هو الجناح الكويتي اللي لا يزال مهجور. والفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في المعرض في الجناح الكويتي لعدم اكتمال هذا الجناح. إضافة إلى ذلك عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعة الكويت في مجال البستنة والبيئة أمام الرأي العام العالمي، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. ولذلك أنا أوجه الأخوة الوزراء وبالدرجة الأولى الأخ الفاضل وزير النفط المسؤول الأول عن البيئة أن يفتح تحقيق فوري في هذا الملف، أولا بالنسبة للتكاليف المالية وأسباب هذا الرقم المتضخم، بالإضافة إلى عدم اكتمال هذا الجناح من بين جميع الدول المشاركة، ولماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنة. وهذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة اللي سوف نتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية، أو إذا اقتضى الأمر تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة الهدر في المال العام، والأهم من ذلك سمعة الكويت خارجياً وخاصة في محيط دول مجلس التعاون اللي اليوم الجميع يرفع لها القبعة في إنجازاتها وفي سمعتها العالمية وفي تطورها، وإحنا مع الأسف الشديد هذا يكون مستوى إنجازنا.